يا ترى كم مرة شفت صاحب حقه ضاع، وكم مرة شخص ظالم افتكر إن الدنيا صفت له وإن قوته وفلوسه هيحموه؟ في القصة دي أنا مش هحكي لك عن مجرد خلاف، أنا هحكي لك عن ليلة قلبت فيها حياة إنسان لمجرد إنه وثق في الشخص الغلط. بس افتكر دايما الظلم حبل قصير، والعدالة لما بتيجي بتوقيت إلهي ملوش مثيل. حكايتنا بتبدأ مع شاب اسمه يونس. يونس ده كان مهندس ديكور ومصمم عبقري بس على قد حاله. كان شغال في شركة مقاولات وديكور كبيرة يملكها راجل اسمه صلاح. صلاح ده كان براند، اسم مسمع في السوق، بس في الحقيقة هو كان مجرد واجهة بيمتص عرق الشباب الصغير ويكبر على قفاهم. يونس قعد 6 شهور كاملة ليلة بنهارة شغال على مشروع عمره، تصميم لقرية سياحية ضخمة لو اتنفذ هينقل الشركة دي في حتة تانية خالص. كان بيشرب قهوة أكتر ما بينام، وتفاصيل التصميم كانت حتة من روحه. الفيديو الكامل في القناة، ومتنساش اللايك والاشتراك وكومنت حلو زيك، وسلام.